السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي حبايبي الغاليين، إن شاء الله ديما تكونوا بخير بصحة وسلامة، إن شاء الله على الخير ملتمين مجتمعين، إن شاء الله لا فاقد لا مفقود يا عظيم الجود. تابعوني لنهاية الفيديو، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه والإعجاب. وهذا كيف بنقولوا منتج الشتاء، منتج الشتاء بتاع جداتنا الأولين، بتاعت أمهاتنا وجداتنا. هذا طبعا هذا الفلفل اللي قال هذاك المرة قددناه مع بعضنا، هذا الفلفل اللي قددناه هذاك اليوم مع بعضنا. هذا الفلفل يابس، طبعا هنا في مدينة درنا نقول فلفل جلود. هذا الفلفل اليابس نقول فلفل مبطط يابس. هذا الفلفل عقود، هذا الفلفل عقود أو عناكيش اللي عم نقول حدا. هذا الفلفل هذا عناكيش، فلفل عقود. وهذا الطماطم المجدد اللي درناه مع بعضنا. هذا الطماطم اللي قددناه وطحناه مع بعضنا، ما شاء الله تبارك الله. الطماطم المجدد اللي قددناه هذيك المرة، طماطم مجدد. هذا الطماطم المجدد كيف قددنا هذيك المرة الأولى. هذا البصل تبقحت قاعد يومين ثلاثة، هذا مني نهار وأقل من نص نهار، يعني الساعة 11 الساعة 12 كان ناشف ما شاء الله تبارك الله. يعني خربش وقاعد يخربش الصوت بتاعه، مع العلم ما درتلش ملح، يعني درته من غير ملح. يمكن في حالتي بنخزنه رش على شوية ملح ومخزنه نحتفظ بيه في حفاظة كفاية. هذا الجديد، هذا جديد أمهاتنا وجداتنا. هذا الجديد ما شاء الله تبارك الله. هي طبعا منتج الشتاء هذا كان الجديد، والطماطم المجدد والبصل المجدد والفلفل المجدد. وهذه الشحمة هذه الشحمة هذه يقولوا عليها شحامة غاوية. الشحم هذا لونها أصفر، تقعد حتى بالسنة سنتين تقعد ما يصيرها شيء، ملحة. طبعا هذه هي طبعا يقولوا اللواية. والشحم الغاوي يكون من لية ويكون من الردال هو المنديل، ويكون من جميع الشحم الشاة، سواء ضان سواء إبل سواء بقر. الشحم هذا يقولوا عليه شحم غاوي، يتملح ويقعد يحتفظ به حتى سنة سنتين. هذا الفلفل المجدد، هذا الفلفل قددناه مع بعضنا. هذا الفلفل يابس، فلفل جلود. طبعا مدينة درنا يقولوا فلفل جلود، طبعا بعدين في بنغازي يقولوا فلفل مبطط يابس. هذا العقود، هذا العقد، هذين العقود هذين. هذا لما نفكه من السلك بالخيط ونحطه في حفاضة ونحطه في سطل ونحفظ حتى سنة سنتين. بس أهم حاجة ما يكون في مكان ساخن، مكان حامي، لأن كان قاعد في مكان حامي حرارته مرتفعة يسوس الفلفل، ما يكونش مكان حرارته مرتفعة. قلنا هذا الفلفل، هذا الفلفل اليابس، هذا الفلفل اليابس صح. هذا الفلفل اليابس نحط شوية مية وشوية ملح ونغليه حوالي 5 دقايق 10 دقايق في المية لين يترطب، ونبدأ نحطه في الوجبة بتاعي في الأكل. ولما ندير له مية فور عليه مية، نغلي المية ونثقط فيها الفلفل اليابس مع شوية ملح بميته، يقعد في الثلاجة كم يوم في الثلاجة. وممكن حتى بعدين الفلفل هذاهي لما ننقعه رطبه بالشكل هذاهي نحطه في الخلاط مع شوية مية من مية الفلفل اللي غليتها فيها ويجي مني هرسة. هذا الفلفل جلود، فلفل مجدد، بصل مجدد، هذا طماطم مجدد. طبعا هذا الجديد ما شاء الله تبارك الله. هذا وكيل جودنا الأولين وبهاتنا وجودنا الأولين. هذا الجديد، هذا الطماطم، هذا البصل، هذا الفلفل، هذا كله بيت المونة. هذه كان وجبة الشتاء، ما كان في فريزات ولا كان في شيء، كانت خضرة الصيف صيف، خضرة الشتاء شتاء. وهذه الشحامة الغاوية كيف ما قلت لكم، الشحيمة الغاوية هذا يقولوا عليه شحم غاوي. هذا اللي تشوفوا تلقونها صفرة. وكان امهاتنا وجدتنا الاولاد، امهاتنا الاولاد ياخذن البصل والطماطم
والفلفل والشحم. طبعا الشحم هذا الغاوي، هذا يندق يدق لنا دق، وخلطنا مع بعض الشحم مع الفلفل على البصل على الطماطم، يندق ويندار درهيبات يتكوف تكويرات، وحط طنجرة على النار او حلة على النار. كان يستعمل في القدور، كانت لو القدور الاولات الناس الاولى حطوا القدر على النار، قدر النحاس، حطوا فيه ميه تغلي، وبعدين يسقطوا فيه الحاجات هذينا بدون كويرات الشحم مع الطماطم مع الفلفل مع البصل مع الشحم. وان شاء الله هذه منتج شتاء تاع جدودنا هنا الاولين، وان شاء الله الفكره وصلت لكم، وان شاء الله عجبتكم الفكره تاع وكيل الاباء والاجداد. كنتوا طيبين على موسم فصل الشتاء. هاي المنتج ديالنا الاولين، جدودنا وبهاتنا الاولين. كنتوا طيبين، ما تنسوش الاشتراك في القناه، تفعيل جرس التنبيه والاعجاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.